تعالى بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. 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 قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ويقول سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قلنا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. المشكلة شنو هي أفلا يشكرون؟ إن الله لذو فضل على الناس، غير المشكلة شنو هي؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جعل لكم، أنزل لكم، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قل والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. قل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قطرة من الماء في الظلمة يقلبها ولا ندم، والدم يقلبه لحمة، واللحمة يقلبها عظام، والعظام يدير عليها الشبكة من العصب ويتصلها بالدماغ، والشبكة من العروق ويتصلها بالقلب ويدير عليها اللحم والجل، ونخرجكم طفلا ذا هو طفل زين كان قطرة من الماء في الظلمة. إذا لحمة تشوف ولحمة تسمع ولحمة تذوق، هذا حلو هذا مملح وهذا زين متقادين صراع، واشتق بزرها ما يذوق واضطر ما تذوق. لي زبدة تتخمم وترقلي وتقول لك ذا يصح وذا ما يصح، زبدة تتخمم وترقلي. دار ماكينة تضخ الدم الليل والنهار ينقال لها القلب، تشتغل في الليل وفي النهار، راقد تشتغل، واعي تشتغل، سافر تشتغل،
وتمرفق في الصلاة ويرد مردة ثايته ما تغينها العجول وهي تشتغل، ويشير يلعب مع التركة وافقريش يقلب كمام. والشيباني ابو 120 سنة اللي 120 سنة تشتغل في الليل وفي النهار هي من عارف ليش. دار ماكينة تطحن ما قام حسين قالها المجبنة تطحن وتوزع، شي يقيس الكرعين وشي يقيس اليدين وشي يقيس الراس، شي يطوال به زغب الراس وشي يطوال به اظفار الكرعين، شي يقيس الكبدة شي يقيس الكلوة شي يقيس الرية شي يقيس القلب. لو كان نص اليوم كان يقيس كبدته توخذ من شاكلته، لو كان نص اليوم كان يقيس كرعيه عقب ما تقدر يرفده، لو كان نص اليوم كان يقيس راسه عقب ما تقدر يرفده، لو كان كرعيه وراسه ما يقيس سم الكافي تتعطل وظائف. هذا التوزيع الداخلي للرزق احنا باردين قلوبنا عليه ولا مخمم له ولا شاطن بالنا. شي ما هو في كرشك لا تعمل لي، معناها شي في كرشك اعمل لي. وهذا التوزيع الخارجي للرزق اللي المرقب هو اللي شاطن بالنا ومخممنا. والله ما نعرف شلون نراه، والله ما نعرف كان إله الرشي والله ما نراه. بويا الزمن متين، واللي ما عسى على راسه ما يجبر حد يعس عليه، واللي ما في كرشك لا تعمل عليه قال شرتات شرتات هو يقول شي. قالوا انهم خطروه بين الفضاحه والنفشه وقالوا انه يفتل الفضاحه من النفشه تفوقه. انت ما ريت تتبع ما هو بخنوس معروف بشي محالي. قال لك لقمان الحكيم قال له يا وليدي قضية رزقك برد قلبك عليها. قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله. تجي والله ما تجي؟ إذا مش تمر ياتي بها الله، وإذا تمنتفش تجي والله ما تجي؟ ياتي بها الله. وإذا تخباري ياتي بها الله، وإذا ما تعرفين تصد ياتي بها الله. تجي والله ما تجي؟ زين إذا تشك انك عندك دخل في رزقك قطر لنا قطره من السحاب، والله واخذ لنا حبه من التراب، والله ادري ان شي حي يعملها اللاديك يقد حد يصمر عليها ليله بعد انا معايا ياخذك شي. بل انت تسوي الناس كاملين اذا اجتمعتوا ما تقد تقطروا قطره من السحاب الا قطره واحده. خارج هذول قالت كمان بروفوك الى فلوي بس من حاله انفرسوا السحاب، خلوا المزنانين جات رافده ملايير لطنان قربه بلا عرق، حجيتك ما جيتك قرب بلا عرق، رافدات ملايير لطنان ما هم معلقات بالاحبال ولا هم مسمكات بالعمد ولا هم ديرات في الباشات ولا رافتهم الطيار، ملفوتات على ظهر الريح، الريح ظهر ماسكه، هو يرفد الباغي على اللي باغي. طرسوا فيها الصواريخ والقنابل واللي يخبطوها من الصبح الى الليل. من عدد حميس قطرت عليهم قطرتين عن الكفس وتخطات. قاست قرية ثانية دندن عليها رعدها قشع عليها برقها، تمت تصب لين قاموا يتعايطوا يا مولانا كافينا اذا ما عندنا له شيء، يا مس ما عندنا الشيء اللي عطاش في اليوم ما عندنا الشيء للماء. الله هو من يتري يصب الماء يحتن انه عنده الماء، ما يصبهم بلكات ولا حياض ولا قصب وستيرنات ولبادين وسطل، يصبوا في الخلوات ويسيل البطاح ويملي لقلت ويجري الانهار لاعب الاطواق، والزرات في الخله يسقيهم سقي كسكس، لو عدل كسكس يعدل الزرات في الخله، ويسكنون بين التراب والتراب واسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. هم بلكات تحت ما يقردوا ولا يخزوا ولا يعود فيهم ريحة كذا ولا طعمة كذا، صافي، واسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. ومن قد يصب الماء الازرق على التراب الدخن ويوخى من الربيع الاخضر، وميها زرقاء والتراب دخنه والربيعه خضره تتفافى،
كل حبة في الظلمة يفلقها هو فالق الحب والنوى، ويوخى منها عرق أبيض ويستهديه على التحت، ويوخى منها ورقة خضراء ويستهديها على الفوق، ويوخى من الورقة صاحبتها أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعدل لك حدائق ذات بهجة ما كان لكم وأن تنبتوا شجرها. يوخذ لك طلحاية من حبيبة تقدرها تحت درسك، يوخذ لك لابوج من بين الجريد والفدام والعروق ويسبغ ما جاب له سباغه ويحليه ما دال له السكر، والسكر قاعش محليه. يوخذ لك السكر اللي حلو من التراب الماسخ، يوخذ لك ثمرات مختلف ألوانها من حدائق ذات بهجة، تمات حلوة وحمراء ما يرقى من ربيعة خضراء، وكاني حمراء وما يرقى من ربيعة خضراء غير ما يحلو. وإذا اجتمعوا الأرض كاملين ما يقدروا يأخذوا حبة من التراب. ومنين ترى يعدل الكائنات الحية ما خلى حجم ولا خلى شكل ولا خلى لون ولا خلى نوع، ما عدل منه الملايير، ملايير من البل، ملايير من البقر، ملايير من الطيور في جو السماء، ملايير من الحوت في البحر، ملايير من الواقيج مكلك بالراس، ملايير من الحشرات، ملايير من الشي نعرفوه والشي ما نعرفوه، هذا كامل عدله من الماء. ما عدل البل مشي والبقر مشي والغنم مشي والطيور مشي، قال خلق كل دابة من ماء. قطرة من اللي ما يتم يصورها تعود عجد، وقطرة من اللي ما يتم يصورها تعود حواري حنان، وقطرة من اللي ما يتم يصورها تعود طير طير في جو السماء، وقطرة من اللي ما تعود راجل مضبوط قاعد يتخمم ويرقلي يقول لك احنا وذاك النوع ما يجينا. هو كان قطرة من اللي ما فضله. والتراب ترابنا، والحيوان حيواننا، والسحاب جات، والأرض خرفت وعدنا نصرقوا، والخير خير من أهله. يا جبت الرقلة من دون مولانا، سيت مولانا قاعد ما نسبت له شو ذا كان. ما تقول جاب السحاب ووخذ الحبة من التراب وكون الكائنات الحية واعطانا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. الذي بالتراب تراب نحن، والحيوان حيوان نحن، والسحاب جات، والأرض خرفت وعدنا نصرقوا، والخير خير من أهله. جبت الرقلة من دونه. إياك ينعت لك إذا ما هو لك قدمني تقص فيه برنامج يعقب ما يخلق. أول ما تعرف به ربك نقط العزائم. رواية قافل عليها وتقرر فيها قرار يعقب ما يخلق، وفضل قافل عليها وتقرر فيها قرار ويعقب ما يخلق، وحيوان مالكه وتقرر فيه قرار ويعقب ما يخلق. كانت عندي وتلين تقصيها ويعقب ايش خلق لها؟ خليتها تميت فصلت بشي من فضلتها 200 من فضلتها، وبعتها تعرف وعملت تيك 200، وبقى الباقي تعرف ما تلاقي شاري بعد واحدة صالحة التقصي. والله أكون وزعته في روايات أخرى عقد بعد ما تقصات الشيخ منه. كانت عندي فضة في لبنتين يشتري بها تلفون، خلط على حد من أهلي في الطب وعطيته منها 5000 وقليل، وبقى الباقي تعرف ما تلاقي شاري ذيك تلفون العيني أنا عليها. والله أكون وزعته في روايات أخرى عقد بعد ما انشرت الشيخ منه. كانوا عندنا طوام من مارو لين مشوهم الكيفة، عقب ترفع يتصل انه مات له ساعة شيل هيك. الشيخ من مشى والله ما مشى. ياك نحت لك من تحت يديك شي عاطيه لك منه تراه، والشي ما هو عاطيه لك يفوت. وياك تفهم منه انك تحت يدين الناس مولي ما هي الشيوخ فيه الشيخ فيها الا مولانا، شي عاطيه لك منه تراه وشي ما عاطيه لك ما تراه. اسوى الصوم ما بغاوها واسوى ما بغاوها، اسوى علموا بيك واسوى ما علموا بيك. شي عاطيها الله ينجبر يانا لو اشتميت رزقك من دارك يقهرها عليك ويطري لهم فيه كلها ما كانت فيه،
وهم يسولوا عنك وفلان منين وفاش واحد ضرب، ومنين تراهم ذو هويين التفاهم معاهم، دائما تقول لهم كلمتين ولا ثلاثة يقول لك والله الرواية قاع نعرفون ما يصلح لك انت، وما حد مولانا مدرر لك فيهم شيء، يتم ينظروك بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولا يسمعوا فيك الرد. ومنين يفرق المدرر فيهم بدو يتفطنوا له، يعود ما طبيعي صوتك في الأذنين، ولا طبيعي يوطيك على الدص. قالوا انت يا اخويا، قالوا قد حد يقولها ما قال وذنا رقاش اخر، السلام والله اللي خدعتني يا اخويا، يقول السلام عليكم بالشوع، يعود يوطيك على الدص ما طبيعي كط يتوطى منه، يقول له يا طب الشوار هو ماله، والله دني يعود فلان ضرك والله اللي عرفته ما لقيتها له، ما هو جيب قاع ممكن انك فطنت. لو ان خالق راشد متفق مع عمره كرم الله الحاضرين، هو عنده ياسر مديوك وهي عندها الا دويكه واحد، طيب فطرت له قابلنا عيل دويكته الله يقص عمر دويكه ما حر حسه ما خلاتي نرقي. لا تخاف هي ولا تخاف انت، من ينقفل من فمي دور ينفتح من بليد اخر. انا ان عشت لست اعدم رزقا، انا ان عشت ندور تمجاب الرزقي، واذا مت لست اعدم قبرا، ومن موت ندور نجبر بالمينتكي. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب قويا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك، كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وذلك يا أحبابنا الكرام نعرف طلبة المخلوق غير خاصة نتعلم طلبة مولانا. واحد قال لواحد من 300 لحت عليك وعليه للساحل وعليه، أهل الساحل 100 فيك و100 فيك و100 فيه و100 أنا زاد الله فيك معناها فيك 300. وفينا أستاذ اللي كان في الداخل وفرق خلاصه وتلتفات الدراعة من قد الأكتاف، ورفد الدين وخرص القفطان ذا هو تبسم من قد البطان. قال يا لطيف راه استهدى، قال يا لطيف يبان القفطان تبسم من قد البطان، والدراعة متى تتبان من جهة الاكتاف تسافر، ودافر ومسافر ذا لوان، ومتخطي في الدين الحافر. واشمرني الحي المتين مدين وعريان ودافر ومسافر، واشمرني مدين وعريان ودافر ومسافر. حلت مشكلته والله ما انحلت، ماني فهمي غير احكي شهادتي. الله الله الله. قال انه مولانا رزقكم عليا، قلنا احنا اشتمر وعرف على معسه على راسه ما يجبر حد يعسه، والما فكر شكلها تعمل عليه. خلقت عبدي لعبادتي، فإذا أطاعني رزقته وإذا عصاني رزقته. إن بين العبد قال عمر بن الخطاب إن بين العبد وبين رزقه حجابا، فإذا صبر خرج إليه رزقه، وإذا عجل هتك الحجاب ولم يجد إلا رزقه. يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فبأكثر منه فلا تطمع، وبأقل منه فلا تجزع. فإن سلمت لي فيما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم تسلم لي فيما قسمت لك فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش من البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمت لك وكنت عندي مذموما. مولانا قال إن رزقكم علي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حضر قال لك ذاك علية تخرص من 2 كانوا عنده، واحدة كانوا عنده قال له شت 100 الفوقية جيني الصبح نعطيها لك، بس الأولى خلاص كان عنده،
والمسألة الثانية اللي تخرص كانوا يقول شيء لا يعدلوا، ياك ما يقول شيء ما عدلوا، ياك ما انه من ذيك الناس اللي تقعرها بالوقت اللي تعود عنده ولا يقول شيء ما عدلوا وتمشي تسلف فارك وتوكلها على اساس الصف متمولك انك لا ترى. ياك الصينعت لك هو انه عنده شيء ما يرضي عليك مرده يقول لك انا هاري هذا مشيت 10 ماركات اللي جيت مالي ودخلت 500 مليون هوك وعد نوع من المراد ما تسمع تقول له سكي هذا زين قال ما وجد ذلك. خلي ياك نعت لك انه عنده شيء، نعت لك شيء ملموس، نعت لك دار مبنيه في 10 طوابق وهي 10 نمروات، ف10 نمروات وهي 10 طوابق، هي دارنا علمني ولا بعد اللي عنده شيء ترك ما الدار. ولكن الله تعالى له المثل الاعلى، اياك نعتن انه عنده شيء، نعتن هاي السماء المرفوضه مبنيه في كم نمرو؟ فوق الصين وفوق الروس وفوق فرنسا وفوق امريكا وفوق البحر الاخضر، يبات نجوم هي تقداء ومجمر مكبوب، ما هي مسموكه بسمايك ولا هي معلقه بعلايق، ما قد طاحت منها طشه ولا قد طبين ترتيه من عارف ليش. قل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. أيوة حتى اختير تخرص كانوا يقول شيء ما عدلوا، تخرص الناس اللي قد تعاملت معه ما له حق، باش تعرف انه ما يكذب ولا يتعامل مع حد ما عدل له يدور، تخرص الناس اللي قد تعاملت معه. انت فلان ذا قد تعاملت معه والله ياك ما خص سبحان الله وفوق ومن يتعامل معه فلان وفلان وفلان ايش عدلهم عدلهم الا ايش صالح ما الله قال الا زادهم على ذاك كان يا الله. وهي عنده ولا يقول شيء ما عدل، انت ايش حاصلك عما ترتاح عليه؟ قال له يا بني ثق بالله واسأل الناس. وين هو حد قط ذاقهم ولا انا وقعرها به؟ على مر التاريخ وين هو حد قط تكل علم ولا انا وقعرت فيه؟ وين هو حد سند على شيماهم ولا انا ما طاح طيحه شينا؟ لا وحدين اغرقوا فادخلوا نارا، وحدين صاح عليهم ملك فادخلوا نارا، وحدين يرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه الا جعلته كالرميم غير ما اوفى فادخلوا نارا، وحدين جعلنا عاليها سافلها قال ما اوفى فادخلوا نارا. يقول واحد لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسير لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى من يا طبيب بطبه أرداك. الطبيب يموت، متخصص في الكبد ويموت بسبب الكبد، متخصص في القلب ويموت بنوبة قلبية، متخصص في الدماغ ويموت بجلطة دماغية، ورنقوا عليه ويأخذ عليه من باس به. هذا شنو الطبيب؟ قل للصحيح قل للمريض شفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس
من أخفاك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت النهر بالماء الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. معبر من السم ومع ذا حي، يقول لك عجيبا لا أنت ما عندكش من السم الدافع بيه عن راسك. يا أيها الماء المهين من الذي سواك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، من الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك، من الذي شق العيون فأبصرت، شقها ما هو بنستات ولا هو بلما شقها زينة متناظرة في الظلمة. من الذي شق العيون فأبصرت، من الذي بالعقل قد حلاك، من الذي تعصي ويغفر دائما، من الذي تنسى ولا ينساك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. سابق إذا كانت 7 سماوات و7 أراضين كانوا متغاريات وفريقهم هو، وقال لهم إيتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين منكلعتنا. قال له موسى عليه السلام يا ربي لو كانوا مجاوك طائعات شتواسيلهم، قالوا نرسل عليهم دويبة من دوابي وتلقمهم في رقم واحد. قال له يا ربي سارحمني. قال له الله بليدي يعلم هلا مولانا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فلا إله إلا الله. من عارف لهم شيومه والسماوات السبع ما هم شاطرين عنا احنا له، ولا يشطنوه الإنس عن الجن، ولا يشطنوه الجن عن الإنس، ولا يشطنوه الوحوش في الأخرى عن الحوت في البحر، ولا يشطنوه الطيور في جو السماء عن الميلة صغيرة متعيرة مفذوع كراعة تاكي على قفاها وتقول يا مولانا بلغة النمد راعيني هم متكلف طمع عالم بيذي. والطبيب اللي خضع لي قال هي وطع لي يقتلني، واليوم مارة يتحبب من مارو يوخ عليها واحد كان يطوجر في الصالون ويقلع عليها صايرتها شهر، كانت في دار سواح له وزرقها له وتمش. واحنا مخممنا لله الرزق والله ما نعرفش لها الرأ بوي الزمن متين، واللي معس على راسه ما يجبر حد يعس عليه، والما هو في كشك لا تعمل عليه قال شرتات. الله الله الله. ولا تشاك انك عندك دخل في رزقك قطرنا قطره من السحاب، والله واخذ لنا حبه من التراب، والله عدل لنا شي حي يعملها الا ديك يقد حد يصمر عليها. بل انتوا الخلايا كامله اجتمعتوا ما تقدر تقطروا قطره من السحاب، ولا تقدروا تاخذوا حبه من التراب، ولا تقدروا تعدلوا شي حي. من فات الصب هو الماء من السماء،
ووخر حبة من التراب وبث الكائنات الحية، عدتوا انتم هم الشيوخ. جاء الإنسان والشيخ وقال هذا لي، حق الله يتفقريش، قطرت قطرة من السحاب، وخذ حبة من التراب، عدلت شي حية أو شنو، لكن تعال التراب تراب نحن، والحيوان حيواننا، والسحاب جات، والأرض خلفت وعدنا وزرقوا، والخير خير من أهله. حق الله جبت الرجل من دونه. قضية الأخرى انك ما حد فيك الساعة يشير، ما قد تخموك الاسعار وقزوال الحش. منين فتك كبرت وتعاقل وتبيع وتشتري وتحوص وتقلع وبمعاريفك وبعلاقاتك تخايف على رزقك. والقضية الأخرى اللي قالوا الهواء ما تقدر تصيب عنه 10 دقائق دارك بحر منه، قال لك ذا كذب. والطعام والشراب واللباس وهذا تخايف عليه من اللي هوين، خايف انه ما يعطيه لك. اعطاك شيء مهم حتى كبضه، وياك اللي دونه تخايف انه ما يعطيه لك. المسألة الأخرى عند قاعد اللي مخمك انه شوي، والعاقل ما يتخمم في شوي. هذاك قال له شوف هذا الطعام الزين إلى يدك، شوف ها، وكمش عليه يدين قال له كي. واحد ثاني قال له اقعد ووكل. قالوا عند الدنيا هي الجقمة الحاسة قرطوع. احنا التركة ما نعرفه، انتم الناس كبار تعرفوا. الجقمة الحاسة قرطوع معناها اللبن مازال ينحلب. التركة ما هم سياني فيهم شي مشيرشف حتى وجداف ويجغم. ما بات اللبن تكامل وندار في الطازور. سمحوا لي على الحن هذا ماني اخباري فيه حد. يا غير خالق واحد من التركة أديب ولا يتملك مشبك سواعد وقاعد لين ينحلب اللبن كامل. قال له هايله كره ورولين طرو عاتيك الجغمة اللي قام صاحبه قبيل، الجغمة الحاسدة قرطو، واللي هي الدنيا. دنياك هي الجغمة الحاسدة قرطو، قرطوع الجنة. قالوا حد يختار يتمونك لابد من 4 شروط، والدنيا كاملة ما فيها من واحد. عود حي ما يموت ما هي في الدنيا، شاب ما يشيب ما هي في الدنيا، غني ما يفقر ما هي في الدنيا، صحيح ما يمرض ما هي في الدنيا. حياتها يطاردها الموت، شبابها يطاردوا الحرم، غناها يطاردوا الفقر، صحتها يطاردها السقم. والجنة يجعلنا ويجعلكم منهم. عندما يدخل الجنة ينعطوا لهم الشروط ال4 بأعلى مستوى وإلى الأبد. تحيوا ما تموتوا أبدا، وتصحوا ما تمرضوا أبدا، وتعودوا الشباب ما تشيبنوا أبدا، وتستغنوا ما تفقروا أبدا، ولا راضي عنكم. ساكنين تحت عرش الرحمن، كرتية خاصة سقفها عرش الرحمن، مبنية باش من ذا كان بسيموه والحديد والمحار والعمال والشانتية، مبنية ببريكة من الذهب وبريكة من الفضة ومغاريات بالمسك. ذا كان عرضها 20 في 20، عرضها 20 وطولها 20، وفيها صالون ودوش وكوزين وفونس. عرضها السماوات والأرض وطولها طول من ذلك. طوابقها 100، وكل طابق قد بين السماء والتراب. صالوهاتها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة، نمارق مصفوفة، زرابي مبثوثة، جرديهاتها ظل ممدود، ماء مسكوب، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. وصدرها ما فيه الشوك. واحد من البادية جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الجنة فيها سدرايا محالية. قال له شنو؟ قال له السدر لا من الشوك. قال له ما سمعت؟ قال مولانا. قال له شنو يا رسول الله؟ قال فيه سدر مخضود، خضد شوكه وانقلع شوكه كامل، وكل شوكه اندارت في بلدها نبقى. قال له يا رسول الله النبقى ايش قدها؟ قال له قد قط والدك ذبح تيس كبير. قال له والله. وقلع جله واعطاه الوالدتك وقال تعدل له منه دلو. قال له والله. قال له هي قدها قدك. قال له هاي تشبع اهلي كاملين. قال له وعامة عشيرتك. ولا فيها اعظم من داخل، وفيها 70 لون من الطعام ما فيها لون يشبه لون، ومن تقبضها بلدها يجوا بلدها انتين، ومن توكلها تنقلب مسك وقوم تنصنص على جله. يا النبقى في الدنيا قد راس الصبع ونصها عظام والباقي فيه قشره، ومن تقبضها ما يجي بلدها شيء. او التمره ايش قدها، وبنانايه ايش قدها، وبامبايه ايش قدها، ورنجايه ايش قدها، والبطيخ الاحمر الكبير ايش قده، والفواكه اللي احنا ما نعرفوها ايش قدها. من كل فاكهة بها زوجان
دار السلام وجنة المأوى، ومنزل عسكر الإيمان والقرآن، فالدار دار السلامة وخطابهم فيها سلام، واسم ذي الغفران غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، أنهارها في غير أخدود جرت، ما تمشي فجار، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري مفجرة وما للنهر من نقصان، عسل وخمر ثم ماء ثم أنهار من الألبان، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم والسمان. خيامها مهم اللوبر والشراويط ومالكان والدراري الدرس والملاحف والأحبال والأوتاد، يوخل حد يتعير رجع لقشاش راسه وخيل لابي وتدر خيمة. خيامها من اللؤلؤ، والخيمة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم والمؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. الشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، وتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان، لا الليل يدرك شمسه فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتوافقان كلاهما أخوان، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. تلبس 70 لبسة من الحرير ويتمي الشاه مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان. عندها في الحق، ما تحيض ولا تنفس ولا تنخم ولا تدفل ولا تدور خمسة، وقاعدة تحت عرش الرحمن ما قد شافت الشمس والقمر والغبر والشدايد، وشوفوا وجهها الصم المراية، وتقول له والله يا قرة عيني ما رأيت في الجنة أحسن منك، فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك، وتغني تقول نحن الراضيات فلا نسخط أبدا. وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان، ما ظن سامعه بصوت أحسن الأصوات من حور الجنان حسان، نحن النواعم والخوالد كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. الدنيا يبقى واحد منهم عود ويكز عليه عصبات ويتم يحركه بأصبعه، يقول الناس علمني ولانا بعد لها هذا عود وعصبه. والجنة غصانها من الذهب والفضة وتحرك فيها رياح تعزف ملايير الألحان، ويغنوا عليها الحور العين ويتوافقوا الجنة إذا ما تدري وراه شيء، يقعد لهم داود عليه السلام وترى يقرأ لهم الزبور. كان في الدنيا من ترى يقرأ الزبور المحذاه يقلص، الله يراريها لين تقلص به زين حسه
ويقعد لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وترى يقرأ لهم القرآن ويتوافق ما تقدعوا الشيء منه، فالله تعالى بنفسه يسمعهم كلامه ويقرأ لهم الرحمن. الرحمن هو اللي يقرأ الرحمن ذاك. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. تالي بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الله للسلطان، يضحك إليهم يكلمهم. يقول واحد منهم باسمه يا فلان ولا فلان، حاجل لك الذنب اللي عدت في الدنيا، يقول لي يا رب يا راك ما غفرتوا لي، يقول له كنت ما غفرت لك ما تلحق بالله، ويكون لهم سحاب من المسك ويخليها وعدتهم، تظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبه له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما كانوا عليه وتلك مواهب المنان. يقول لهم قوموا قيسوا السوق، والسوق وقفت الملائكة، كل بوتيق واقف فيه ملك كريم، ومن تشوف الواي عاجبتك تقول له هذه باش، يقول لك يكفي تطيت سوق، وهذه باش دي مولي في تطيت سوق، وهذه باش هذه بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونعت لك صورة عاجبتك تبغى تعود كذا الراجل، والله أو ادخل فيها وقيم هاي صورتك. جماعة كانت خارجة مالي وتموا يجولوا في السوق ويكلموا الناس، إذا والهم واحد سلم عليهم، انتم أخباركم؟ قالوا احنا جايين نسلموا على المسلمين ونزوروهم بالله ولله. ما تبي الضحك؟ قال انت شو ضحكة؟ قال لهم ضحك انكم انتم جايين من شرم ولي تاني تكرروا تلودوا للجنة وانا قاعد اتقفلت عليكم. قالوا له احنا زاد نلودوا للجنة ومن اللي نروح حد من الجنة نلودوا، لابد ان نمشي معاه. قال هو ماشي معاكم. وسمعوا عن الجنة قاع شنهي سكيت الناس ضليك ان الجنة غيب وزادها غياب عن القلوب، انما نشد الاخبار واكشي غيب ولا مشدود اخباره، اخبار في القلوب مشيوه ومشدود الاخبار، وبس محل يتغلب اللي غيب ولا مشدود اخباره على اللي مشاهد ومشدود الاخباره. بصفة واحدة نمشوا عن ذا المشاهد يعود غيب، مشدود اخبار غيب لان كانت تتاثر من القلوب. كيل وسأوا الصحابة قالوا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار حتى كان به مرأة. شو قعدوا به المسيد وسمعوها الجنة، عرضها وطولها وطوابقها وترابها وديارها قال لهم قلت لكم بعد ما يلبع للراجل بجمل نهار الله يقصر عمره يكون مر بجملي، هذه فوق من السوق بعير يعني خطة تحت خط. قال علي بن أبي طالب ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل انت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطل الدار لجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. قالوا عن خالق الجنة أخرى في الدنيا، العلماء يذكرون خالق الجنة في الدنيا جنات ثنتين، واحدة في الدنيا في القلب، قالوا ان القلب فيه فجاهة شوط ما يغلقها ما هو الدين، يدرس فيها القصور والبنوك والدول المكركبات ما ينقصوا قاع فيها، طيب يدر فيها الدين تمتلئ، وان القلب فيه شعث ما يدهن ما هو الدين، وفيه يبس ما يبلوه البحور يبلوه الا الدين، وفيه وحشة ما يأنسوها الأوانس، إذا ما بقى حد غالي عليك ما رأيت ولا بقى تمردها ما ردها، وضحكت وبطيت قدمك
هذيك الوحشة ما يغسلها بحر الأخضر، يغسلها الله الأنس بالله. قالوا مسيكين الدنيا خاو منها ما جابوا أحلل فيها. قالوا أحلل فيها شنو؟ قال لهم الأنس بالله. وإن القلب فيه تفصاه ما يسكن ما هو الدين لا بذكر الله. هذا من داخل، من مرق بصة حد فيه الدين، حد من داخل كيفه فيه الدين، وحد فيه الدين من مرق ما يدخل مشكلة يجعل له مخرجا. ومن يقيس رواية تتيسر مع عينه فكري، ومنين تشوفه وانت تبغيه يقضوا مع قطعة دلكسي لا تعرفه قاع، ومنين تتخمم فيه مدة تخميمة ما هي زينة ما هو عالم بك يقعرهم ولا نبيك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكثر في الدنيا العذاب، منين يعذب يتمونك في العذاب كي خلق البلال قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبر. وإذا استغنى خير فيه، وإذا فقر خير فيه، وإذا الصحة خير فيه، وإذا مرضى خير فيه، وإذا سافر عن أهله خير فيه، وإذا قعد عند أهله خير فيه، وإذا عاد شايع في الناس خير فيه، وإذا عاد ما عالم به الذيبة خير فيه. في الدنيا ضامن لمولانا حياة طيبة، وفي الآخرة حنيه الجنة واستراكة من النار ورضا مولانا. سؤال مطروح، قالوا عن حد جل رستوران وشرديك يعطوه معاه صلاة وفريت وشويات قط، قالين يجي دور ذيك صلاة وفريت وشويات ما يراها ولا يرديك. قالوا حد الشرع الآخر يرى معاه الدنيا قط. الصحابة قالوا خدمنا الدين 23 سنة فجاءت تحت أقدامنا كنوز كسرى وقيصر وجبرنا رضوان من الله أكبر. قالوا كنا خدمنا الدنيا 100 سنة ما اعترف بنا كسرى وقيصر كدولة صديقة ولا شقيقة، ما قاعد رضوان الله ما كردنا طريق. إذا من السعادة والنعيم في الدنيا وفي الآخرة بالدين، وبالدين توف، وفيه توف، وبيه ولا بيه، وفيه ولا فيه. معاشي ما يزيد وما يحتاج القيمة، ما معاشي ما ينقصه وكافي. عبدي وجدتني وجدته. السؤال المطروح شنو يا أحبابنا الكرام؟ بس من حال يعود فينا الدين وبس من حال نعود من أهله. احنا ريك عرفنا حد يختار يعود من أهل الحريثة الشواذ، تدخل يعود من أهل الحريثة اللي عندك كامل ديره في الحريثة، وعود أصحابك الله اللي حريثة، يعود يلهيك من الأخبار اللي شد أخبار الحريثة، اللي يشوفك حد مسافر ويعود الحريثة، وما يراك تخاصم عند القاضي مشكلتك الحريثة، وما يراك معلق رافك في الطب طايح من خابطك هو جاي والله داقك عود الله كحنش ما هو بالك، وما يشوفك تضحك مع انها ربحتهم بعد، ومين تعطي 20 سنة ما هو ضرك تعود من اهل الحديث الكبار، عندك عقليتها وراك ديد عليش منها وتقطع عقب تعود ما لك راد ديد عليش منها، غير تعود بعد نقشت لها نقشة زينة وسببت لها سبة زينة. قال واحد قال لهم انا ما لي قص، قالوا ولا قصيت، قال لهم تلتحق ممدوغة وصغيرة ما انا هلا مرمولة. واحد يختار يعود من التجارة اللي عنده كامل يديروا فاس، ما الله اللي يسلف حيوان لدمية ويديروا بالتجارة. قالوا استاذ ما يعرف الاخبار، ويعودوا اصحابه من هما الا التجار، يعود يلهيه من الاخبار الا شد اخبار التجاره، من شو مسافر ماشي لا يجيب لي بضاعه، من تراه خاصم عند القاضي مشكلته الا التجاره، من تراه معلق راه والطبل لا طايح ما هو باله طايح من التياسي ولا القنطوار، من تشوفه يضحك ربحته انباعت خبط عمارته، ومن يعطي 20 سنه بهاي الصي والقف يبكر مع الصباح ويروح اللاعقه بالليل، يعود لك واحد من التجار الكبار من تشوفه قفته يقول هذا تاجر، ومن يشوفك هامتك التجارة يقول لك ويلا خليك نفصل لك يديك في ذاك الشيء كامل، هو شنو كل رواية تنباع وتشتري بخسارتك فيها. يا غوص البحر من طلب الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبل النحل. يقول لك المعطى والجري الحلال انفعهم للراجل عاجل وغدا شكرها زقال، هم زقالين الراجل انت تاجر والله. الشاعر يقول لك انا عاد خلاطية الاثنين. زين الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. شنو الخمر، الحيوان، الزراع، القمح، من قالها باختصار شديد المتاجرة مع الله في نصرة دينه ونشر دينه وإعلاء كلمته في الأرض مقابل النفس والمال
بثمن الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهموا هذا؟ قالوا شوف اللي عندهم كامل داره في نصرة دين الله للفقراء المهاجر ما عنده شيء ولا وخله الأمة دي عاد يلهيهم الأخبار اللي شد أخبار منين يلحق في الناس ومين يلا يلحق. عاد وأصحابهم اللي الناس تنصر الدين. قال كعب بن مالك منين تخلف رضي الله عنهم، قال مين تخلفت؟ قال اللي شفت إني ما شفت حد من قومي، ما شفت ما هو حد متهم بالنفاق والله حد معذور يجرك راعه، قومي كامل وشاء. زين خطوا لنا تحت خط دخلوا القرور من أجل الدين وما توقع من أجل. قالوا ما أنتم من أهل. قالوا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها زين سابق يعدلوا المسلسل سجل عليهم ملاحظة قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. من عدوا المسلسل بصيفته ذي قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب عندك كان حد الزاق له مسألة واسفاره اللي من أجله واصحابه اللي أهله ويلهيه من الأخبار اللي شد أخبار ويدخل القرور اللي فيه أجمل له عود من أهلها والله حد اللي متسب لها والله قاطع فيها كارت والله زينة عنده والله يبغيها والله يعرفها والله يشعر عليها والله يألف فيها والله فاق عليها والله في يده أخبارها. أيهم أجمل له عود من أهلها. اللي قاطع فيها دبوس والزاق له فيها والقدم ما ينافق والله اللي قاطع فيها كارت ويبغيها ويقول لك هو الدين قاعد خالق شدونه ما تعوضته ما تعوض القدم ولا تعوض الزقة قولها إذا بغيت تقلف ما تعوض شيء والله تعوضوا. زين صلوا الصحابة 5 صلينا احنا 5 صاموا شهر صمنا شهر حجوا البيت حجينا البيت قرأوا الدين قرينا الدين كدوا العيال كدينا العيال بالتشديد مشاوي ينصروا الدين بعدنا الحوار ما صاب يقعد ما قعدنا بشينا قرأوا الدنيا ويجيبوه تفاصوا يديهم في الدين وعادوا من أهله وتفاصوا يدينا احنا في الدنيا وعدنا من أهله. عاد دينهم هم دين ودنيتهم عاد الدين بها تعين على الدين وتابع على الدين وجبروا شهادات الدين المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والسائع المؤمنين والمؤمنات والقانتين شهادات من رب العالمين. ايوه مشينا احنا قرأوا للدنيا ونجيبوها تفاصوا يدينا احنا في الدنيا وعاد دنيتنا دنيا حقيقية ما خاص شيء ياك ما خاص شيء ما خاص شيء. وديننا دخلتوا الدنيا عندنا نبيع ونشرب في الصلاة ونرقل ونحلوا بالرجال الله أكبر الحمد لله رب العالمين مقصود لعمل بكتير أجابها الله ما شاء. الرحمن الرحيم حين السلام ما كنتم ندفع شعور وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أخوة الإمام قاعد به طول الصلاة الله أكبر من أما الناس فليخفف الله أكبر. ولا سبر ولا واحدين قالها نقدم وزقال نقدم ما ينافق وزقال ما تلحق. طيب نقوم لديننا يصرنا مولانا نعود لفوق نقعد ونحلف هن واشغالنا وخلوا عنا نصرة الدين. يبغى لا يبغى ينتصر ولا يبغى لا ينتصر انا ماني صايب ولا بغات الناس تتوب ولا بغات تضل انا ماني صايب. عندي طشه من الهم وعندي شم من العيال. بوي من كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى الله ورسوله. الاول نقول احنا الهجرات 2 حزنا على ذيك الهجنه منهم وعدلنا هذيك الاخرى وهي المخيوف عليها منها. كي حد طلع صليبي في الغنم وقال انه عتروس هذاك عنده زريبه من الغنم وطلص فيها ذي وقال انها تكثر طلص فيها مسنون معلوم دنيا يصيبها وامرأة ينكحها. نقولوا كلمتين نقوموا لديننا ينصرنا مولانا نعود لفوق نقعدوا نحلف هنا واشغالنا وخلوا عنا نصرة الدين تتخلف عنا نصرة مولانا. يتحمانا النفس والشيطان والهوى والبيع والحمية تغلب السبع. أحرج عنا احنا ما كنا قاعد أسبوع عصرا شماسي عندك قيام الليل غالبني وغض البصر شماسي غالبني وكل نهار تقرأ شمدينة غالبتني وصيلة الرحم شماسي غالبتني وقراية التركة شماسي غالبتني وصايرتهم شماسي غالبتني. أنت مغلوب. إن تنصروا الله إن ينصركم الله ما تسمع غالبني. خارجين واحدين قالوا نحن أنصار الله. زين أنصار الله يقعدوا والله يتحركوا ها أيوة السنة من أنصار الله ما يتحركوا إلا نحن أنصار الله ويطرح يده نحن أنصار الله ويطرح يده
ما اني ابوي ما نصار الله، انت لا تبهبر علي، لا خلص قدمك منين قاسوته وزقالك منين قاسوته. لا تقول لي انا شيء، لا تكذب على راسك. لين اضرب لك مثل في السياسه، قال واحد عيط نصار وجمعهم كي اجتماع نحن هذا، وقال لهم اختنا على فاكم انصاري، انا دخلت زلمه دخل وعندي الا انتم، قالوا والله لو صارت، قال لهم شيء تواسوا، قالوا لك كرس الكيس يوم الزرق، قال لهم واش، قالوا تو احنا معنا صيام، هذا تاجر ما هو صايب، يوم الزرع ما هو صايب، هذا عنده تركي قريم ما هو صايب، وهذا امام مسيد ما هو صايب. قال بعد عالم مولانا يوم الزرق بدنا نديروا هذا في الكيس صفراء والله حمراء والله خضراء. جواب واحد منهم قالوا انا الصمعك حق في النكاش عنهم، قالوا انا ما رحت عليك ما جبت حد ما جيته، وقلت له عنك انت هو الشخص المناسب في المكان المناسب، اللي يسمع لي له نجيبه لك ونجيب لك كردان ديته، واللي ما سمع لي له نكركرها من وذنه وتمونه كان دخلني قلت له الحق. الله قال له خليك الشعر قاعد جدي وهي قاعد احداهم، ايش خاصتك من الفضه والوتاد؟ قال له خاصني قدك كذا من الفضه وكذا من الوتاد. هذا قال له كامل موجود ينسخوا واشتمر خليك لي كان ننشحوا، قالوا قاعد معاه ما تعدلش لي زين ذا القاع. السؤال المطروح والمعنى عناش اين يوم القيامه لا يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما بقى حد ما جيته، وقلت له عنك انت حد تبعك في الدنيا مضمونه له حياه طيبه، وفي الاخره تحنيه الجنه والسلاكه من النار، وحتى عقب عن طريقك مضمونه له معيشه ضنكا، وفي الاخره تحنيه النار والزمقه من الجنه. اللي سمع لي باص بيد وقست به المسيد ودليته على ابواب الخير كامله الصلاه والطهاره وشي متعدل، واللي ما سمع لي كركرتها من وذنه وتمونك تانا دخل اني قلت له الحق، ويقعدوا النبي صلى الله عليه وسلم زروا ويديدوا على راسه يسقي من الحوض، هذه قالوا الخروج، والله عاد قالوا الخروج ما تنا مستعدين. هو السكر ذاك حد سماه الملح وهذا ملح، حد يبغى كيلو من السكر ذاك ابيض ودرعيه الملح 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 اكتبها عليه وهذا ملح. سميه ما شئت يا قال تحرك، لحق للشرفه مكمولين. والعرب الغلاظ ان اللعين خبروا ما هو شيء وان الدين لحوي وغافس لنوبه، وعذب طوله جار وشين ولحيله مسله مخروبه، والعله ما هو ذا اللي بين ليدين العله العقوبه، اشبه هذا ما يخلى ما حد التوبه مصيوبه، واشبه يباد اللعل ينقفلوا ببان التوبه حماة الدين. وين هم حماة الدين؟ او حماة الدين يقعدوا والله يتحركوا، او عسونا من حماة الدين ما يتحركوا الا نحن حماة الدين يطرح يده. بسم الله. من مستعد 14 يقف. بسم الله.